السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة جايبة لكم حل لمشكلة الصورة اللي عاملة ازعاج بقالها كام يوم بتاعة البروفايل لبريد الطالب على الاختبارات على المنصة. بسم الله الرحمن الرحيم. كده نبدأ نعمل ايه؟ اول حاجة احنا لازم نحط صورة للبروفايل بتاعة الطالب زي الصورة اللي كنا مسجلينها على استمارة التسجيل. يعني احنا لما جينا نسجل الطالب سجلنا صورة ليه ساعة التقديم، لما جينا ندفع المصاريف وبعد كده جينا نسجل الطالب على المنصة ونسجل بياناته. طبعا المفروض ان احنا قدمنا الصورة للطالب، فالمفروض ان احنا لما نيجي ندخل على الاختبار نقدم صورة للطالب برضو، لان في طلاب جم يفتحوا الاختبارات ما ظهرتش صورة ليهم على الاختبارات، فده السبب ان هما نزلوا حكاية الصورة دي. فلازم ندخل على المنصة وندخل على نظام الاختبارات ونمشي الخطوات اللي احنا كنا قايلين عليها في الفيديو اللي قبل ده. ندخل على تفعيل الحساب ونسجل ايميل الطالب، بعد كده نرجع تاني وندخل على دخول الاختبارات، وبيفتح معانا الاكاونت بتاع الطالب على الاختبارات، وفي بيانات الطالب على اليمين اسمه بالعربي كامل، وعلى الشمال بيانات الطالب والاكونت اللي هو البريد الالكتروني بتاعه كامل. طبعا هنلاقي الصورة مش موجودة، ففي الحالة دي المفروض ان احنا بنحملها ونكون مجهزينها على الديسك توب عندنا على اللابتوب، زي صورة الطالب مثلا هنا كده نبقى حاطينها، وبعد كده بندي امر زي ما هشرح لكم دلوقتي ندخل ازاي. بندي امر للبروفايل ان احنا نحمله. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بندخل من عن طريق جوجل كروم من هنا، ونعمل نفس الخطوات وندخل على المنصة الإلكترونية لأبنائنا في الخارج، وبعدين ندخل على نظام الاختبارات، وبعدين ندخل على تفعيل الحساب، بعدها بنسجل البريد الإلكتروني للطالب، وبعدها بنرجع تاني على الصفحة بتاعة المنصة وندخل على نظام الامتحانات، وبعدين ندخل على دخول الاختبارات. فهيفتح معانا بعدها المراحل، فبنختار المرحلة الخاصة بالطالب، وليكن المرحلة مثلا الثانوية، بندخل على المرحلة الثانوية وبعدين بنفتح حساب الطالب بيجيلنا بالشكل ده. تمام. احنا هنا الطالب مش موجود عنده صورة، المشكلة عشان كده الطالب الاختبار بتاعه فتح وامتحن بس الصورة مش متحملة، مش موجودة. فالمطلوب ان احنا نحمل صورة نفس صورة البروفايل اللي كانت موجودة على استمارة التسجيل. طبعا هنبص هنا كده هنلاقي حساب الطالب ونلاقي كلمة imagine يعني ايه، ان احنا يعني دي مكان الصورة وهي مش موجودة. طيب هنا اسم الطالب مثلا وجنبه كلمة BIC اللي احنا المفروض هنا بنحط برضو الصورة تبقى ظاهرة، فهي مش ظاهرة. فايه الحل هنا؟ الحل ساعتها ان احنا بنروح رايحين عند اسم الطالب باللغة العربية، وبعدين بنضغط على دي بتظهر لنا اسم الطالب تحتها ماي بروفايل، نضغط على ماي بروفايل كده هيجيلنا بالشكل ده. طبعا هنا مفيش صورة، تمام كده مفيش صورة للطالب. فبنعمل ايه؟ بنروح عند العلامة دي ونضغط عليها كليك واحدة، بعدين نروح على الديسك توب بنكون مجهزين الصورة، بنضغط عليها وبعدين نروح عند كلمة open نضغط عليها كده، حملت معانا الصورة بالشكل ده. تمام.
طيب احنا خلصنا كده؟ لا ما خلصناش، احنا بنروح رافعين لفوق ونضغط على سبميت ونستنى لما نتأكد ان الصورة اتحملت. شوفوا كده في النص اهي الصورة اهي، تتحمل هنا وتتحمل هنا. تمام. طيب خلاص كده خلصنا؟ لا، بنروح راجعين كده دايسين هنا كده، تمام. بنقفل ونرجع تاني على كلمة دخول المنصة، ندخل على المرحلة. خلاص كده الصورة اتحملت بالشكل ده. تمام. وهو ده حل المشكلة بتاعت عدم ظهور صورة للطالب على صفحة الاختبارات. بالتوفيق للجميع يا رب ان شاء الله، يا رب اكون بفيدكم يا رب. طبعا بعد ما بنخلص، عشان الناس اللي عايزة تسجل لحد تاني من ولادها، تمام، بعد ما بنخلص لازم نروح نضغط هنا على الاسم ونعمل لوج اوت او نعمل تسجيل خروج. هتيجي الاسم هنا، نقف هنا كده نستنى، انتظر دقيقة حتى نسجل خروجك. اول ما يقولك سجلت خروجك، خلاص كده انت سجلت خروجك من ايه، من مايكروسوفت. تقدر بعدها تقفل المتصفحات وتسجل لطالب تاني. عشان تسجل لطالب تاني بعد ما بتسجل خروج، بتضغط كليك يمين ونعمل ريفرش، وبعدين نروح على جوجل كروم ونسجل الطالب الجديد بالخطوات، هي نفس الخطوات، ونخش لو الطالب مش ليه صورة نتأكد ونعملها. وياريت نحاول ندخل النهاردة عشان آخر يوم. وشكرا للجميع يا رب، والتوفيق يا رب، بالتوفيق والنجاح للجميع ولادنا. وياريت ما تبخلوش عليا بقى بلايك للقناة، أكيد بفيدكم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.